أهلا بيكم. يا ترى النسيان نعمة ولا نقمة ولا لعبة؟ السلام عليكم ورحمة الله. معاكم ليلى صديقة النور في 5 دردشة وشوية فضفضة. أصحابي، هنتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا. احنا بنحاول دايما نتكلم كلام بسيط، بس الموضوع بيبقى دايما عميق. النهاردة هنتكلم في موضوع النسيان. هل النسيان فعلا نعمة ولا النسيان نقمة ولا النسيان لعبة؟ لأن مش كل اللي بننساه بيبقى اختفى من حياتنا. في حاجات الذاكرة بتخفيها، وعقلك الباطن يكون لسه محتفظ بنسخة منها. في حاجات بتتخزن جوه الروح، لما بيبقى حاجات ذكريات بتكون سابت أثر واتألمت قوي بسببها، فبتفضل عاملة بصمة جوه روحك، ودايما شايل نسخة منها في الذاكرة. في حاجات كتير قوي بتنساها عشان انت تنقذ نفسك. لو فضلت في الذكريات دي ممكن انت تضيع. شوفوا يا اصدقائي، واحنا بنشرب الشاي الجميل كده وقاعدين بندردش مع بعض، صديق قال لي: هو حد هل النسيان نعمة ولا نقمة ولا مجرد لعبة من ألعاب الحياة؟ فخدت نفس كده وهديت وقعدت أتكلم معاه. فقلت له: يمكن يكون كل دول في نفس الوقت. قال لي: ازاي؟ قلت له: لما نسمح للقلب ان هو يفضل محتفظ بذكريات مؤلمة، يبقى هنا نقمة. لما نسمح للقلب بوجع ما كانش قادر يكمل وهو بيتألم، يبقى احنا بنرحمه لما بنخلي النسيان نعمة. روحنا لما بتحس بالتقل من ذكريات من ناس أذتنا اللي مش شبهنا، لما نطوي صفحة الماضي، كانت الذكريات دي لو فضلت كانت هتكسرنا وهنفضل أسرى ليها، مش هنقدر نتخلص منها بسهولة، ويمكن الذكريات دي تدمرنا. فهنا النسيان أصبح نعمة. لكن بس كمان نكمل ونقول النسيان نقمة لما ننسى دروس اتعلمناها بدموعنا ووجعنا وألمنا. الحياة قرصت علينا والدنيا علمتنا دروس، وإحنا في الزحمة ننسى الدروس ديت، فنرجع نكرر نفس الغلطات ونقع في نفس الحفرة بنفس الطريقة. ليه؟ لأن إحنا تناسينا أو نسينا دروس كانت مهمة في الحياة. لما ننسى نفسنا وننسى قيمتنا وحقنا إن إحنا نعيش حياة فيها احتواء وفيها حب وفيها تبادل في الثقة بيننا وبين بعضنا. النسيان أحيانا بيكون لعبة، ودي لعبة بتبقى لعبة خطيرة. إزاي بيكون النسيان لعبة؟ لما يرجع لك ذكريات قديمة فات عليها وقت، وفجأة تلاقيها ظهرت تاني على السطح عشان يفكرك: هو انت ليه مشيت وسبت الذكريات دي؟ طب هل انت لسه الذكريات دي بتألمك؟ قلبك ساعات يختبرك بعلاقات قديمة مرت عليك، علاقة حب، حد أساء لك، حد أهانك، بيفكرك دايما: هل انت لسه متعلق بالشخص اللي أذاك ده، ولا انت طويت صفحته بقى من الماضي؟ شيء بيبقى مؤلم، بيبقى مؤلم لما تلاقي نفسك قصاد أشخاص وفجأة تلاقي ذكرياتهم القديمة رجعت لعقلك، وتفتكر اللي حصل منهم، فبترجع تاني تتألم. عشان كده الذكريات دي بتبقى والنسيان بيبقى لعبة. بيشوفك انت خلاص تخطيت الأوجاع دي والألم ده، ولا لسه سايب جروح جواك. الحقيقة النسيان مش ضعف أبدا ولا علامة قسوة. اما بتفتكر حاجات معينة انت مش بتقسى على نفسك، لكن في جزء منك بيبقى لسه مش ظابط السيستم بتاعه. فربنا سبحانه وتعالى بيبقى عامل لك خطة إلهية، بيقول لك امشي تخطى الذكريات دي، لكن ما تنساش الدروس اللي انت اتعلمتها في رحلة حياتك، وما تنساش ان انت عشان تتعلم دست في طريقك على شوك وانجرحت واتوجعت. انت بقى عليك ان انت تختار
اما تخلي الذكريات دي تاكل في روحك وتفضل تنخرب في حياتك وفي عقلك، او تطويها وترميها وتعدي وتسيبها. في ذكريات انت بتبقى لازم تحتفظ بيها، ذكريات مع الاصدقاء، الاوقات الجميلة، ذكريات مع الاهل، ذكريات مع الطفولة اما كنت بريء لسه جواك طاهر، جواك نقي. كل الذكريات ديت بتبقى انت عامل ليها نسخة، وبالعكس انت كل فترة بتجددها، بتعمل لها ابديت وتحديث. انما الذكريات القديمة بتبقى عايز تاخدها كده وفي اقرب باسكت وترميها، والاهم ان انت ترميها من دماغك. كأنك بتحاول لما بتنسى الذكريات ديت بترجع تاني تتولد روح حرة جديدة بدون ألم بدون وجع، لكن ما ينساش التجارب اللي الشخص مر بيها. عايزة أقول لك حاجة يا صديقي، فعلا فعلا في حاجات بتبقى لامسة وجداننا قوي، وحاجات ذكريات من النوع الصلب القوي اللي صعب ان انت تنساها، وهي الذكريات اللي كلها مرتبطة بقلبك وبروحك، بتبقى سايبة أثر قوي جدا. إنما في حاجات خلاص هي عدت، موقف حصل بينك وبين صديق، بينك وبين زميل، كلمتين اتقالوا يعني ما كانش وقتهم، خلاص دي ذكرى هتحتفظ بيها ليه؟ ما خلاص ده عادي، بين الأصحاب، بين الإخوات، بين الأهل، بين الأزواج، بين الحبايب، بتعدي. لكن في حاجات بتبقى مؤلمة، زي ما احنا بنقول ايه، حاجة كسرتني. فمهما بتحاول تجتهد ان انت تنساها، الا انها بتبقى لسه تاركة اثر وسايبة خط كده طويل في ذاكرتك. اوعى تنسى الدرس ده. شطارتك ان انت فعلا ما تنساش الدرس ده. على قد ما بتقدر، على قد ما بتقدر بتحاول ان انت دايما بتكون صادق مع نفسك، وما تاخدش يا صديقي ان الذكريات عدو ليك. النسيان مش عدو ولا صديق، هو مرة، هو مراية، يعني مراية بتجيب لك اللي جواك. لو عرفت تتوازن ما بين اللي انت بتسيبه وراك وما بين اللي انت بتحتفظ بيه في قلبك، هتعرف تمشي بالحياة وانت خفيف، وانت روحك مطمنة، مش قلقان، مش خايف. ليه؟ لان اللي جوه القلب والذكريات الحلوة بتفضل محتفظ بيها. ايوه ايوه، اوقات يعني هنقول لك بصراحة، اوقات الروح بتحاول تختبرك، فتغيب وتفكرك بذكرى كانت مؤلمة، لكن ما بقتش تاخد الحيز الكبير اللي كانت بتاخده زمان. فالنسيان هنا أصبح بالنسبة لك نعمة وتستحق. وفي ذكريات تستحق ان احنا نرجع لها من وقت للتاني زي ما قلت لك، وبتخلي الذكريات دي بتخليها دايما انت في حالة تجديد، وبترجع لها دايما كل ما تحس ان انت مشتاق لذكريات الطفولة، مشتاق لذكرياتك مع حد انت كنت بتحبه، مع ناس رحلوا وسابوك. الذكريات دي بتبقى النعمة اللي ربنا أراد إن هو يحتفظ لك بيها، فالنسيان بيبقى بعيد عنها، لأن دي بتبقى غذاء للروح، بتبقى حاجة بتغذي جواك. كمان النسيان بيبقى لعبة، لو الروح ما عرفتش الزمن المناسب اللي تحتفظ بيه للذكريات دي، وبعد كده بتروح لحالها. زي انت لو طالب في المدرسة محتاج ان انت دايما تبقى ذاكرتك اكتيفيتي، وبعد الدراسة بتحتفظ بجزء من المعلومات، وجزء تاني انت حاسس ان لا، هفضي مساحة في دماغي لذكريات او لاشياء افضل. النسيان يا صديقي دايما زي ما بقولك مش عدو، احيانا بيكون صديق، واحيانا بيكون نعمة، واحيانا بيكون نقمة. انت الوحيد اللي تقدر تحدد بالظبط الذكريات دي ايه نوعها. يعني عايزة اقول لك يا صديقي ويا صديقتي، النسيان مش ضعف، لكن في الحقيقة النسيان سر سر مهم جدا من اسرار الروح، وأداة من أدوات الرحمة الإلهية اللي بتحمينا من تقل الذكريات اللي بتخلينا نمشي وإحنا حاسين إن إحنا شايلين جبل جوانا، فخطواتنا بتبقى تقيلة ومش قادرين نتحرك. في نص في الموضوع عايزة أقول لكم ما تنسوش اللايك يا حلوين، والاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس، لأن رحلتنا الروحية مع بعض هتبقى رحلة طويلة. كمان الموضوع شيق جدا، ان شاء الله هنعمله سلسلة حلقات
في أكتر من فقرة هنتكلم فيها، لكن دي كانت أول افتتاحية لسلسلة الحلقات دي. فإن شاء الله أتمنى إن شاء الله إن الموضوع يكون عاجبكم، وعايزين دايما نفتح بيننا وبين بعض باب للسكينة والبركة، ودايما نبعد عن قلوبنا أي ضيق، ونقرب لبعض أكتر وأكتر بحب وبخير وبسلام وبوعي، لأن احنا بنعمل تنظيف لبعض الأفكار اللي عفى عليها الظهر، وحاجات موجودة جوانا. احنا كل الحكاية بنحرك الراكد جواك، وبنعيد جدولة بعض المواقف اللي مرت في حياتنا، وبشكل بسيط، في شوية 5 دردشة وشوية فضفضة. موضوع بسيط، كلام بسيط لكن موضوع عميق، كلام من روح لروح، مش شايفين بعض لكن الأرواح بتتلاقى هنا على الصفحة. أتمنى لكم دايما كل الخير، وما تنسونيش في لعبة النسيان باللايك وبالشير والاشتراك في القناة. أتمنى إن شاء الله إن احنا نفضل على نفس التواصل وعلى نفس الحب. وعايزة دايما أقول لكم النسيان يا حبايبي ابتلاء، وبيحتاج مننا صبر ونتعلم. وأحيانا زي ما قلت لكم القدر بيلعب معانا لعبة، بيشوفنا في ذكريات مؤلمة، هل احنا محتفظين بيها ولا لا. ذكريات بتبقى موجودة عشان تعلمنا دروس أعظم منها. زي ما قلت لك كده، أكيد لما تمشي على الشوك استحالة ان انت تنسى ان انت في يوم من الايام مشيت على الشوك، بس انت تخطيت مشيت على الشوك عشان تنقل من مرحلة لمرحلة اعمق. اشوفكم دايما على خير. لو حسيت ان الموضوع لمس قلبك، إن ما تنسانيش بالشير واللايك. واتمنى لكم دايما ذاكرة قوية، ونسيان بعض الألم اللي وجعكم، وما تسمحوش للنسيان تكونوا لعبة في ايدي. اشوفكم على خير في الحلقات اللي جاية، اللي هتكون بتتكلم عن الذاكرة والروح، وعن الحنين في الذكريات، وعن ازاي نعبر من بعض العلاقات. اتمنى لكم كل الخير. اشوفكم على خير. كانت معكم صديقة النور.